لو شفنا قائمة معبد الكرنك وبردية تورين كان عندهم رأي تاني. هم كلهم متفقين إن الملك نعرمر هو مين؟ هو مؤسس الأسرة الأولى وموحد مصر. بس بعد كده هيظهر حاجة هتغير كل شيء. أول واحد في الأسرة الأولى والثانية حواليه شوية خلافية. كلمة مينا ده في لخفينا مين هو مينا، لأن النصوص المصرية القديمة ما فيهاش اسم مينا، فيها اسم العقرب الثاني، فيها اسم نعرمر، فيها اسم حرعها، 3 ورا بعض. مش متأكدين بالظبط مين فيهم مينا، وإن كنت أنا ميال إن هو نعرمر، لكن بعض الناس الثانية بتميل إن هو حرعها. ما علينا من ده. بعد حرعها في واحد اسمه جر. تمام؟ يعني عندنا نعرمر، حرعها، جر. ده في أحسن ظروف ده ثالث واحد حكم مصر. بعد ما توحدت. بعد ما توحدت طبعا. لقينا المقبرة بتاعته، فهم بيدوروا في المقبرة بتاعته لقوا دراع متحنط، والدراع ده محطوط عليه مجوهرات وبتاع، لقوه ورا الباب. بنحاول نفسر ده، فعلى الارجح الحراميه هم بيسرقوا المكان، واحد من الحراميه كان بينصب على زمايله فخد الدراع رماه ورا الباب علشان يرجع له تاني وما رجعش. فاحنا بندين لهذا الحرامي ان احنا لقينا هذا الدراع. الحمد لله يعني. المهم الدراع متحنط، ده اقدم نموذج للتحنيط. ده من امتى بقى؟ ده من الاسره الاولى. خدوا الدراع بالمجوهرات اللي عليه وراحوا لإيميل لودفيج اللي كان رئيس المتحف المصري ساعتها. كانوا الفرنساويين رؤساء كل حاجه للاسف في الاثار عندنا، ما علينا. إيميل لودفيج بكل حموريه رمى الدراع وخد المجوهرات اللي عليه. طبعا انا بقول كل حموريه لان انا مستخسر قوي ان احنا ما درسناش اقدم دراع ممكن يكون اتحنط سواء للملك جاد او لمراته، الله اعلم. وخد المجوهرات دي هي اللي وراها دي. شوفوا المجوهرات اللي عمرها 5000 سنه شيك ازاي.